نص كاس ديال السكر سنيده، فلون اللي كيتباع عند مول الحانوت عادي، وكاس ديال الطحين. بالنسبه للطحين انا درت غير كاس ومعلقه، حطيت هنا كاس ونص الا احتاجيت، ولكن هي نورمالمون كتاخد كاس ومعلقه ديال الطحين. الطحين راني مغربلاه من قبل كما العاده عادي، يعني بالضروري ضروري خصنا نغربلوه، وواحد لافاني وخماره. اول حاجه كنبداو بها هي البيض. كناخذوا داك البيض ديالنا كنطربوه مع داك نص كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للطراب، الا ما كانش عندكم هذا راه غير الطراب ديال اليد كافي، غير هو هذا كيسهل شويه المأموريه، ولكن حتى الاخر راه كافي الغرض وتيقوم بالمهمه على اكمل وجه. ملي كنحس ان داك السكر سنيده داب وتطلق، كنزيد له الزيت شويه بشويه، هذاك نص كاس ديال الزيت، وانا كنطرب باش يتجانسوا ليا جميع المكونات. من بعد كنزيد ليهم هذيك لافاني ايديال، لحقاش حتى هي سكر سنيده يعني حتى هي خاصها تذوب. ومن بعد كنزيد داك الفلون كيعطيها واحد لا كولور زوين لديك الكيكه، كتجي كاراميليزي، كتجي زوينه بزاف. من بعد ما كنحس ان جميع المكونات تخلطوا ليا، كنزيد الطحين. قلت لكم انا هاد الكيكه كتهز ليا كاس ومعلقه ديال الطحين، يعني كاس ومعلقه على حساب البيض واش كبير ولا صغير، وحتى على حساب الفلون اللي درتو واش الحك الكبير ولا داك الصغير. كما شفتوا انا راني يلاه كبيت كاس، غادي نزيد واحد شويه عليها وصافي. في اخر حاجه كنزيدها هي الخماره باش تعطيني المفعول، ما من الاحسن ما نضيفوهاش من الاول. كما شفتوا انا غادي نزيد دابا ديك المعلقه اللي قلت لكم وصافي، غادي نحبس من انتم غتشوفوا معايا كيفاش كيجي الخليط. ما كيجيش خفيف بزاف وما كيجيش ثقيل، يعني كيكه عاديه. هاد الكيكه غير جربوها راه كتجي زوينه، ومكونات ديالها صراحه بسيطه ما كتحتاجش مكونات بزاف. دابا غادي ندوز غادي نديرها في المول. بالنسبه للمول من الاحسن يكون فيه ورق الطهو كما شفتوا وما يكونش مدهون، حقاش هاد النوع ديال الكيكات الا دهنا ليهم المول كيهرب من الجناب، وديك ملي كنكبوا عليهم الخليط ديال الفلون ولا ديال شي حاجه كيهرب وكيدوز من تحت الكيكه. يعني من الاحسن ما ندهنوش. كما شفتوا انا ما دهنت ما والو، درت غير داك ورق الطهو وغادي نسرحها مزيان للجناب وندخلها الفران على درجه حراره متوسطه تطيب ليا الكيكه ديالي، وكتجي زوينه وخفيفه بزاف. نتوما غتشوفوها معايا. دابا غادي ندوز باش نوجد الكراميل حقاش كيشد ليا الوقت. نص كاس ديال السكر ثاني نحطو فوق النار تكون متوسطه ونخليه حتى يذوب. موراها غادي نحتاج الطبقه اللي كتجي في الوسط يعني ديال الفلون. عندي هنايا يطرو لاروب ديال الحليب، اللي بغى يدير غير نص يطرو يديرها. غادي نضيف ليه فلون ايديال جوج كراميل، من الاحسن يكون كراميل باش النكهات يجيو متوازيين مع بعضياتهم. وكنضيف جوج معالق ديال سنيده على حسب يعني كل واحد والسكر سنيده اللي على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف، كاين اللي كيبغيها ناقصه، اما بالنسبه لي انا فجوج معالق كافيين ديال الحلاوه، يعني هما اللي تيكونوا عاديين. غنحطهم فوق النار حتى يذوب ليا هذاك الفلون ونرجعو. بالنسبه للكراميل اللي كنت حطيت فوق النار السكر هو داب. انا كان يسحب ليا راه الكاميرا كتصور ولكن ما كانش كتصور. مني داب ليا كنزيد له 4 كاس ديال الحليب بشويه بشويه بالتدريج، ما نزيدوش في ضربه. هو تيكون في النار دابا ملي كيذوب كنخلي النار قليله كما شفتوا، وكنزيد داك 4 كاس ديال الحليب شويه بشويه وانا كنخلط. مني كيتجانس ليا كنزيد له فلون اخر ديال اديال كما اللي درت في الكيكه، كنزيد له وكنخلطو مزيان حتى كيذوب كما شفتوا. دابا راه كيبان لكم جاري، ولكن راه ملي كيدير راه كيعقد شويه، ولكن راه كيجي زوين صراحه. غير جربوا هاد الكراميل راه كيجي زوين بزاف. كما شفتوا راه هو مطلوق، ولكن نحطو ابار يبرد ليا بيد ما نكمل الترتيب ديال طبقات الكيكه ديالي. من بعد ما وجد ليا الفلون يعني تجانس مزيان وداكشي داب، كنوض كنديرو في المولينكس وكنضيف عليه هذاك البسكويت ديالي.
وكنطحن كلشي باش يذوب ليا البسكوي ويتجانس، ما يبقاش فيه كاع الحبيبات ديالو. والفلون راه هو كيما والكراميل اللي درت له الفلون ايديال حتى هو راه هو كيذوب، عفوا ماشي غادا تذوب، غادا تبرد، حطيته كيبرد الكراميل. وبالنسبه للفلون ديال اللي مع الحليب ومع البسكوي راه هو حتى هو طحنته وتا هو حطيته ابار، يعني خاصو هذيك الساعه يتطحن، يعني غير يتطحن ميم با 2 دقائق صافي تحطيه فوق لاطاغ ديالك، ما خاصوش يبرد بزاف. هنا خديت كاس ديال الحليب، زدت له واحد المعلقه ديال الكراميل كما كتشوفوا باش نسقي به الكيكه ديالي، باش حتى الكيكه تزيد تنكه اكثر بديك المذاق ديال الكراميل. ها هي الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران كنثقبها كامله بالشوكه كما كتشوفوا باش تشرب ليا داك الحليب كامل. وشو من الجناب راه ما هربتش من الجناب، يعني ما غاديش يتكب ليا هذاك الفلون تحت منها. شوفوا شحال خفيفه، يعني ملي كنقيسها يعني كتطلع شفتوا خفيفه. انا هنا كنحاول انني نبرك عليها باش تقاد ليا، لحقاش دجاجتها شويه طالعه ديك الجهه، ولكن ماشي مشكل، مع جات اسفنجيه جات كتطلع وكتهبط مبغاش تهبط. صافي كنسقيها بداك الكاس ديال الحليب كما شفتوا، وكنفرغ فوق منها الفلون اللي في الكاسرونه اللي درتو بالبسكوي، وكندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان تشد راسها. وعاد كنخرجها وكندير ليها الكراميل اللي درت ديال السكر مع داك دانيت كراميل. كنتمنى انكم تجربوا هاد الكيكه، كتجي زوينه بزاف واقتصاديه، يعني ما كيحتاجوش فيها بزاف ديال المقادير، كتصلح للضياف وزوينه بزاف لا في المنظر لا في اي حاجه. وداك الكراميل كيعطيها واحد النكهه غزاله، يعني بحال ماشي دائما كنديروها. من بعد ما بردات كما شفتوا يعني الفلون شد فراسو مزيان وبرد، كناخذ داك الكراميل تيكون حتى هو برد ما بقاش راني سخون غادي يخسرها ليا ولا شي حاجه، كنكبو فوق منها. هنا كانت باقا ما بردتش مزيان 100% لحق انا كنت مزروبه بها، ما كانتش بارده 100%، ولكن نتوما خليوها تبرد مزيان داك الفلون صافي. وكناخذ داك الكراميل اللي صايبت وكنطلقو فوق منها كامل، تجي راقيه بزاف. وفي التقديم ديالها زينتها بشويه ديال الكركاع، اللي كان عنده اللوز